سلام الغزالات ديالي، لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى تكونوا بصحه جيده، احوال طيبه البنات. اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد الكاب كيك غزاليه البنات، فقط بيضه وحده. غادي نحصلوا على 12 قطعه من ديال الكاب كيك، ومذاق مميز، مذاق لذيذ واقتصادي لهاد الكاب كيك حتى لاخر لحظه. نوضوا وجدوهم الوليدات ديالكم في الكوتي ان شاء الله. المهم انا جيت غنوجدهم لولدي سعد، قلت علاش لا نبارطاجيهمش معكم. عندنا واحد الحامضه، غير البشور ديالها البنات حكيتهم هنايا في الحكاكه كيف ما كتلاحظوا معايا، حكاكه رقيقه، بشور ديال الحامضه وحده، عندنا بيضه وحده. المهم هاد الكبكاك كيكونوا اقتصاديين وزوينين وكيجيو البنات مهشاشين من الداخل وفيهم واحد المذاق. هاد اللوغو ديال الحامض كيعطيهم واحد المذاق واعر واعر واعر. المهم عندنا بيضه، عندنا قشور ديال الحامضه، عندنا كاس الا ربع من الزيت، يعني كاس قل ربع ديال الزيت. عندي واحد الكاس ديال الحليب البنات بارد، يعني ماشي سخون. عندي سنيده البنات، كاس هو مع مرش ديال السنيده. صافي البنات، هادشي كله غادي ندوز نضربو في الخلاط الكهربائي او لا طربوه بالضراب اليدوي. انا غادي ندوز نضربو في المولينيكس البنات، ونرجع معكم نكمل الطريقه والتحضير. صافي هنايا البنات، من بعد ما طربتو في المولينيكس كيف ما كتلاحظوا معايا، صافي هنايا البنات كيف ما كتلاحظوا معايا طربتو بالمولينيكس. ها هو دابا هنا غادي ندوز نضيف دقيق بالتدريج. هما البنات كيجيو شويه ثقالين، هاد لي كاب كيك تيجيو شويه ثقالين على الكيك العادي باش ما كينزلوش في الطياب. صافي مع غنضيف واحد الخماره ونص. والبنات السر ديالهم باش يجيوكم زوينين هاد الكاب كيك، السر ديالهم هو انكم من غادي تخلطوا الخليط غديروا في الثلاجه واحد 15 حتى ل 20 دقيقه. صافي غادي ندير واحد خماره ونص. صافي غادي نخلط مزيان وندير الدقيق حتى هو بالتدريج، وانا كنخلط حتى نحصل على خليط متجانس. صافي هنايا الغزالات ديالي من بعد ما خلط الخليط وكيكون ما ثقيلش وما خفيفش بزاف يا البنات، كنديرو هنايا في الكويغطات وفي هذا المول هادو، كندخلو الفران وحتى كيطيب كيف ما كتلاحظوا معايا، كيطيب على هذا الشكل هذا. راه تمسح لي داك المقطع ما يكونش كنخويه في الكويغطات، كنعتذر منكم. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالو، راه كيجي خفيف وهشيش يا البنات، غير جربوه كيجي من الداخل خفيف ومفشفش، يعني زوين. تحضروه للوليدات هكايا في الكوتي المدرسه، يديوه معاهم اللانش بوكس ديال في المدرسه، في الكوتي ديالهم. هنا ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، وفي امان الله.